السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير والسرور. الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات. الخبر جديد ما له 3 أيام. قبل 3 أيام تاريخ 11 ذي الحجة 1444 ميلاديا 29/6/2023 اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أول علاج عبارة عن زراعة خلايا بنكرياسية. قبل أقول لكم تفاصيل هذا العلاج، قبل فترة كنت أتكلم أنا عن زراعة الخلايا حقت البنكرياس، وكانوا في بعض الأطباء ضدي في هذا المجال وأحترم وجهة نظرهم تماما، لكن بعضهم للأسف كان يهوش يقول لا تعطي المرضى أمل زائف ويزعل علي. أنا كنت أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه الفأل، فكنت أنا متفائل بهذا الموضوع. والحمد لله الآن تم اعتماد أول علاج زراعة خلايا بنكرياسية. اسم هذا الدواء لانتدرا، وهو عبارة عن خلايا جزر بنكرياس مأخوذة من شخص ميت وتزرع في جسم مصاب بالسكر من النوع الأول اللي هو المعتمد تماما على الأنسولين. طبعا هي ممكن تزرع مرة واحدة، طبعا هم يزرعونها عن طريق الهيباتيك بورتال فين اللي هو الوريد بوابة الكبد. قد تحتاج مرة واحدة بس يزرعونها داخل الوريد، وقد تحتاج انك تاخذ مرة ثانية أو ثالثة. طبعا أحد الدراسات التي أجريت على هذا الدواء دراسة تضم 30 شخص من النوع الأول مصابي سكر من النوع الأول وعندهم عدم الإحساس بالانخفاض. 21 شخص من ال30 قدروا يوقفون الأنسولين تماما الحمد لله. 11 شخص قدروا يوقفون الأنسولين من سنة إلى 5 سنوات، و10 أشخاص تعدوا 5 سنوات بدون أنسولين. تخيلوا مريض سكر من النوع الأول بدون أنسولين، هو معتمد مع الأنسولين. شعور جميل جدا، فالحمد لله على يعني هذه الأخبار الجميلة وهذه الأخبار السارة. بحط لكم صورة التغريدة حقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. اللي يبغى تفاصيل أكثر أنا بسوي له ريتويت في حسابي أنا حسان مقبل، اكتب حسان مقبل في تويتر يطلع لك حسابي إذا بغيت تطلع على هذا الخبر أكثر. طيب هذا يا جماعة الخير الآن اعتماد هذا الخبر. طيب بالنسبة لتطبيقه بإذن الله تعالى على المرضى، تكلفة هذا العلاج، توفر هذا العلاج حتى الآن ما عندي خبر عنها. أول ما يتوفر خبر عنها بإذن الله تعالى بقول لكم في سناب أول بأول. يعني شوف توي قايم من فراشي عشان أقول لكم هذا الخبر. طيب يا جماعة الخير ترى شعور الأمل جميل. بعضهم يقول طيب بدري، لا والله شعور الأمل جميل وأنا أخوك، أنا مصاب بالسكر النوع الأول. لما أحد يعطيني أمل زي كذا أبدأ أحافظ على سكري أكثر، أبدأ أنتبه لنفسي أكثر، لأن الحمد لله إنه في علاج قريب بإذن الله تعالى. فعسى الله يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. احنا في الثلث الأخير من الليل الآن، أسأل الله تعالى إنه يشفي جميع مرضى المسلمين ويمتعهم جميعا بالصحة والعافية. قدامكم كل عافية، وإذا عندكم سؤال اسألوني بكرة إن شاء الله بجاوب على أسئلتكم. تصبحون على خير.